السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مخلل كرنب. هنا هبدأ بالمحلول. كل كوباية من المية بضيف لها معلقة كبيرة من الملح او ممكن نزود ربع معلقة كمان، ومعايا كزبرة وكمون. هنا استعملت الحاجات بودر، ممكن نستعملهم حصى. هنا ببدأ اخلط المكونات واسيبها. هنا معايا العروق والورق بتوع الكرنب اللي انا عملتهم في الفيديو اللي فات، غسلتهم كويس جدا، واهم حاجه ان انا اسيبهم ينشفوا. هنا ببدأ اعبي في البرطمان، وكان عندي بنجر احمر، واحده من البنجر الاحمر استغلتها، ومعايا شويه من الورق اللورا، ومعايا توم، فصوص من التوم مقشرها. ببدأ ان انا اجهز كل المكونات كده بالطريقه دي، وبعد كده بضيف المحلول. اهم حاجه ان احنا بنضغط عليها كويس. بعد كده بضيف المحلول، وفي الاخر بضيف شويه من الخل وشويه من الزيت، وببدا اغطي بكيس، وبعد كده بقفل البرطمان. هنا ده البرطمان عملت فيه العروق، والبرطمان التاني عملت فيه الورق. طبعا انا عملت الفيديو ده متصور من شهر 11، الحمد لله اتاكل في شهر واحد. كان ده بياخد وقت كبير جدا. ده ما بيتسلقش، ده المخلل مش بيتسلق، فبياخد وقت وفترات طويلة. دي وصفة قديمة جدا، فأتمنى تعجبكم. هنا كل المراحل بتاعتها دي.